السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بالجديد والمفيد في عالم التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد في عالم التطبيقات. في القناة عندي اقدر افيد التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية والتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهارده ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه تيو سمارت. التطبيق ده مساحته 80 ميجا، محمله اكتر من 10 مليون شخص. التطبيق ده خاص بالسمارت هوم او البيوت الذكية. البيوت الذكية اللي بتشتغل كل حاجة فيها عن طريق الموبايل. يعني بتقدر تشغل المروحة بتاعتك عن طريق الموبايل، إضاءة البيت عن طريق الموبايل، تفتح الستار أو تقفلها عن طريق الموبايل، تفتح باب البيت عن طريق الموبايل، تشغل التكييف، تشغل الدفاية، تشغل الغسالة، تشغل غسالة الأطباق، تشغل أي حاجة في البيت إلكترونية بتقدر إن أنت تشغلها عن طريق الموبايل. بس ده خاص بالأجهزة الذكية اللي بيكون فيها خاصية الاتصال بشبكة النت. علشان انت عشان تشغل الأجهزة دي لازم الأجهزة دي تكون مرتبطة بشبكة الإنترنت بتاعتك بتاع البيت، بتاعت الواي فاي بتاع البيت. وانت تكون رابطها برضو بالموبايل بتاعك، او الموبايل برضو مربوط بالواي فاي بتاع البيت، عشان تقدر ان انت تتحكم فيها وتقدر ان انت تشغلها في اي وقت. وتقدر ان انت تشغلها مثلا قبل ما تيجي البيت، او اول ما في الوقت، يعني قبل ما تيجي البيت عايز تشغل المروحة، عايز تشغل الإضاءة، عايز تشغل التكييف، عايز تشغل سخان المية، أي حاجة أنت عايز تشغلها بتشغلها قبل ما تيجي بوقت كفاية، على أساس إن أنت أول ما تيجي توصل البيت مثلا يكون سخان في الحمام، سخن المية، يكون التكييف برد المكان، تكون الغسالة مثلا غسلت الهدوم. ده الغرض من التطبيق وده فايدة التطبيق. مشكلة التطبيق ان هو في اول حاجة التطبيق باللغة الانجليزية مفيش لغة عربية. تاني حاجة التطبيق بيتضمن اعلانات وبيطلب منك الاشتراك او شراء التطبيق. تالت حاجة التطبيق بيحتاج انترنت قوي، بالاضافة لفي اجهزة مش بيشتغل عليها، يعني اجهزة منزلية التطبيق مش بيشتغل عليها. وفي اجهزة بيقول يعني بتحاول ان هي توصل لها بالنت، يعني ده شكاوى من الناس، الاجهزة بتكون متوصلة بالنت والجهاز مش راضي يشتغل، بعض الاجهزة. ده كده يعتبر ابسط شرح للتطبيق بالنسبه للمميزات والعيوب. لو عجب شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح لتطبيق معين يا ريت تسيب لي في الكومنت. لو اكتشفت ميزه او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمه اكتبها في تعليقات الفيديو. شكرا، سلام عليكم.